السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. منيو أكلات العيد بعد الفسيخ. طبعا ده عيد برضو لاحترامه يا جماعة. طبعا الممبار ده كان تاني يوم العيد، الممبار بالخلطة الجبارة النار فظيعة. هقول لكم بقى على تكات وحركات كل حاجة. أهم حاجة في الممبار إن انتي تقصي كده بعد مسافة صغيرة يروح يطلع بالصغر ده. كل حاجة ني في ني، بصل وخضرة وطماطم كله ني في ني، ويا دوبك ضربتين تلاتة في الكبة تمام. وعملت معاه بقى لفتين من الجلاش. طبعا سلقته وحمرته، عملت معاه لفتين من الجلاش والخيار. والف هنا بجد، كان جميل قوي وكان نفسنا فيه خالص. هنا بقى اليوم اللي بعده كان معايا هنا لحمه ضاني. ما لحقتش بصراحه في رمضان ان انا اعملها، وكنت مستنيه يعني ان نبقى برضو ايه متجمعين كده شبه عزومه. فعملتها بقى. بصوا، دي الموزة طبعا. عملت فيها فتحات كده، ودي تقريبا حتة من الرقبة، ودي اللوح. يعني بصوا، شفيت اللحمة اللي هي السلكة على بعضها، او الحتة اللي على بعض اللي هي قطع. ديت هنتبلها، هنعملها كباب، ودولت هعملهم طواجن بامية. روعة بقى. انتوا هحط لكم في صندوق الوصف كلمة المزيد اللي في العنوان الطرق باستفاضة. بصوا، عملت هنا بصلتين ثلاثة كبار. البشر بتاعها او البصل من غير المية هاخده للكفتة تمام، والمية هاخده للكباب والتتبيل بتاع الكباب. بصوا، الكفتة فلفل اسود وملح وكاري وبهارات لحمة، وكمان خلطة الكفتة ديت اخدت منها معلقة. روعة خالص. وكمان بحط بيكنج باودر معلقة صغيرة مليانة. وكمان بنحط فيه البصل اللي هو التفل اللي انتوا شايفينه، ومعلقتين كده من مية البصل. اعملوا الطريقة دي روعة، هتنافس كفتة الحيتي. طراوة ما بعدها طراوة رهيبة جدا. واهم حاجة انك تحطيها في التلاجة نص ساعة قبل ما تبدأي تصبعي. طبعا عملناهم على الفحم، هوريكم دلوقتي قد ايه طراي. الكباب ميه البصل اللي احنا بشرينه دوت، او ان انا عاملاه وعصراه، عاملاه في الكبه وعصراه. حطيته فيه، نقعته في ميه البصل وملح وفلفل اسود وبهارات لحمه نفس الوضع، وحاجه كده بسيطه من الحبهان تمام. وبعد كده اتشوى عادي جدا على الشوايه على الفحم. ورز بقى بالشعريه. وعملت الباميه، وحطيت سلقت اللي هو القطع اللي هي الموزه والحاجات اللي هي قلت لكم دي تنفع طبيخ. وسلقتهم، وبعد كده حطيتهم في الطواجن وحطيتهم في الفرن اخدوا لون. والعيش بقى وبألف هنا. بجد طبعا اكلات العيد لازم كده توديعه قبل ما نبدا بقى في الاكلات الشعبيات. فقلت لكم كده كل تكه وكل حركه في الحاجات ديت. هوريكم ازاي الكفته. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، طريه جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. طبعا التجويف اللي في النص أنا عاملاها طبعا على على اسياخ الكباب يعني والكفته اهي. بصوا ما شاء الله، انا مش مسرعه الفيديو ولا حاجه يا جماعه. رهيبه في الطراوه، روعه روعه. احلى خلطه. مش تفل بس، لازم تحطي جزء من الميه، بس جزء بسيط زي معلقتين ثلاثه كده على حسب الكميه. بصوا كمان الضاني ازاي دايب دوب، لان اديته كده سلقه، نص سلقه او يعني تلتين سلقه، وبعدين حطيته في الباميه، وبعد كده سويتهم. وادي الكباب اهو مستوي ما شاء الله، لانه برضو اتحط في ميه البصل شويه، يعني تنقعيه مش اقل من ساعتين. بصوا ازاي طري، روعه. فلفل اسود وبهارات لحمه وحبهان. ده بقى اليوم اللي بعده، بطايه كده متزغطه على رأي اللي بيقولوها، روعه. معايا هنا اكياس الصلصه، ساعدتني جدا لان برضو دي ايام عيد بقى وخروج وفسح وكل الكلام ده، فاحنا مش فاضيين للشغل الجامد. كنت عايزه اعمل عليهم محشي كرنب. انا اول مره اجيب هنا في الوادي، جبته متقطع يعني مسلوق متقطع من مكان يعني. وبعد كده بقى سلقت البطايه الحلوه دي. بصوا بقى، بصله، واهم حاجه نص راس من الثوم. دي مهمه جدا، دي للقضاء على زفاره البط تماما. تاخدي احلى شوربه. وطماطمايه وفلفل حامي وفلفل اسود وحبهان ولورا وملح، وشكرا خالص. ممكن حاجه بسيطه كده روزماري. عملت بقى محشي الكرنب. وبصوا، واهم تكه فيه انك انت تحطي الحركه بتاعه الطبق. حركه الطبق ديت لو كانت كبيره السكينه كنت برفع بيها الطبق. لو كانت، بصوا ما شاء الله، ولا رزايه طالعه بره الصابع الكرنب ولا اي حاجه، رغم ان الحله جت كبيره شويه على الكميه بتاعه الكرنب. دول طبقين بالشيء الفلاني. يلا انا بقى ايه، علشان اتزنقت كده
فكنت عايزة ان انا انجز، مش لسه ان انا هسلقها. بصوا بقى، ونبدأ كده بسم الله نغرف. الله الله. توديع بقى للكرنب والشتاء. انا ما بحبش الصراحة ان انا اخزن، ما بحبش يعني اخزن يا جماعه، كل حاجه بالموسم بتاعها كده. فبجد تحفه جدا. وادي البطه بعد ما اتسلقت حلو خالص، حطيتها في مسحه كده من السمنه فوق وتحت، وحطيتها في الفرن. دي احسن طريقه لتحمير البطه، لان بيبقى حجمها كبير، فما تحاوليش انك انت تحمريها فوق يعني. والمحشي بقى كرنب تحفه. اهم حاجه تسقيه بالشوربه، تحطي عليها كيس صلصه او معلقتين من الصلصه يعني. تمام. وادي البطايه بقى زيناها كده بالطماطمايه الحلوه دي، ودي اجمل اكله. ونبدا بقى في الاكلات الشعبيه ان شاء الله. خليكم معايا، وحطي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. لو انت مش مشتركه معايا اشتركي في القناه، ان شاء الله تعجبكم المنيوهات اللي جايه. واشوفكم في فيديو جديد.